السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة مريم شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حليوه ديال العيد اللي صراحه كتجي ما شاء الله غزاله معلكه، اللي هي حلوه الملوزه اولا المعلكه اولا كيف ما كل واحد كيقول لها. كتجي ما شاء الله غزاله، غادي نديرها بثلاثه ديال المنسمات، كتجي معلكه وزوينه. فإلا مازال ما درتيش الحلوه نوضي اش كتسناي، نوضي توجديها، راها كتوجد بسرعه في دقائق وكتجي ما شاء الله غزاله. غندوز معكم الطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج فيها هنا نص كيلو ديال اللوز كما كتشوفوا، عندي نص كيلو ديال الكركاع هذا اللي نقيته هكا ودرتو نصاص، غادي ناخذ منه القليل باش غادي نزين به. عندي هنا القليل ديال اللوز اللي تزين، وكذلك القليل من الكركاع نصاص كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه اللي غادي نزين به ان شاء الله. بالنسبه للكميه لكم الاختيار، تقدروا تنقصوا الكميه وتنقصوا في المقادير. ان شاء الله غادي نبدا هنا باللوز، غادي ندوز باش غادي نطحنو. بالنسبه للطحين ديال اللوز ما يكونش يعني مطحون غبره، تحاولوا تخليوه يعني شويه بحال الكسكسو هكا المتوسط. وهنا غادي ندوز كذلك نطحن حتى الكركاع. بالنسبه للكركاع راه الدغيا كيتطحن كما كتشوفوا، كيجي هكا، خاصو يبقى شويه هكا محبب. هانتوما كما كتشوفوا انا كنوريكم هنايا اللوز والكركاع. زدت عليهم هنايا كأس ديال السكر سنيده خماره ديال 14 غرام، وتنحرك مزيان هاد اللوز والخمارات هكا مع السكر سنيده باش يندمجوا لي مزيان. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خصو يكون عليه داك اللوز والكركاع فاش غادي نطحنو، يعني ما تطحنوش حتى يولي غبره كاع، تخليوه شويه بحال الكسكسو يعني المتوسط. هنا زدت عليه 2 معالق ديال الجلوكوز، تقدروا تعوضوهم بالكونفيتور. 3 المعالق ديال الزيت النباتيه كما كتشوفوا. وهنايا غادي نستعمل البيض، انا عندي هنا 4 ديال البيضات، ولكن غادي نبقى نستعمل وحده بوحده باش نشوف شحال غادي ياخذ ليا الخليط، لان البيض على حسب الكبر ديالو او الصغريه ديالو. فانا هنايا خدالي يعني تقريبا 3 ديال البيضات. كما شفتوا ضفت 2 ديال البيضات هنايا، وكنبدا نجمع هكا غير بصبيعاتي، ماشي كنعركوها ولا شي حاجه. صافي كنبداو نجمعوها حتى كتجمع لينا وكتولي بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم هنايا راه خدات لي 3 ديال البيضات متوسطه الحجم. هنا قسمتها على 3 بهذه الطريقه هذه. ودابا غادي ندوز باش غادي نسم كل وحده بالنسمه ديالها. هنا زدت معلقه كبيره ديال الكوك، تقدروا تضيفوا اكثر غير باش يبقى العجين ديالنا يبقى في السمك ديالو. كما شفتوا هنايا هي درتها هذه بالكوك، حيدتها خلطتها مزيان. وهذه غادي ندير فيها معلقه ديال الكاكاو بودره. تقدروا تستعملوا المر اولا الحلو اللي بغيتو. صافي هنا خلطتها كما شفتوا هذه بالكاكاو المر، وهذيك خليتها طبيعيه، والاخرى اللي درت معكم بالكوك. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي ندير الكويورات ديالي. بالنسبه للكويورات تقدروا تستعملوا نتوما القياس اللي بغيتو اللي كتبغيو، انا درتهم هكا على هذا الشكل هذا. هنا كنحتاج السكر كلاصي اللي كيكون من النوع الممتاز، وكنحتاج الزهر باش هكا كنفزك يديا باش داك الكلاصي كيتبت لينا على الحلوه ديالنا. صافي وكنبدا نكور هكا وكنبدا نشكلهم بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه ديالي. وكما قلت لكم دائما كنبدا نفزك يديا هكا بالزهر، وعاد كندوزهم في داك السكر كلاصي، كنلبسهم مزيان بالسكر كلاصي باش كيجي شادنا هذاك السكر كلاصي يعني مزيان على الحليوه ديالنا، وكتجي في الشكل ديالها زوينه ما شاء الله. كما قلت لكم هنا فاش انايا هاد الوقيته هذه اللي كنت كنكور فيها، انا راني ديجا شعلت الفران ديالي على درجه حراره عاليه 250. ومن بعد ملي غنبغيو ندخلوهم البنات نقصوا عليهم، نقصوا بزاف يعني لاقصى درجه، نقصوا باش الغريبه ديالنا تجي مشقه وتجي زوينه في الشكل ديالها. كما شفتوا انا كنت دايرها 225 درجه، وهنا فاش دخلت الحلوه ديالي راني نزلته ل 140 درجه وخليتها كطيب على خاطرها. انا بالنسبه للفرن عندي الفرن الكهربائي ديال المروحه. الا كان عندكم ديال الغاز تقدروا انكم تشعلوه يعني في الاول مجهد، وفي التالي تنقصوا عليه وتهبطوا الحلوه ديالكم من التحت على ما تشقق لينا الحلوه ديالنا، وعاد نطلعوهم من الفوق. بالنسبه للوقت يعني راه ما كيديش معنا حتى ل 12 دقيقه، يعني 12 دقيقه كتكون الحلوه ديالنا جاهزه طايبه من داكشي. الا فتوها في الطياب البنات راه كتجي قاصحه هكا باش كتجينا معلكه وزوينه. كما شفتوا انا الكول الاول اللي كان عندي طبيعي زينته بالكركاع، وهذا الثاني اللي كان نسمته بالكوك هنا زينته باللوز.
وهذا الشكل الثالث اللي غادي نديرو غير هكا، غادي نثقبو هكا بالصبيعات ديالي، وغادي نعمرو في التالي هكا بالشوكولا كما شفتوا هكا كيجي معنا. كما قلت لكم حلوه خفيفه ظريفه كتحضر في وقت وجيز، والمذاق يا البنات ما شاء الله راه روعه روعه روعه، راه كيجي شي حاجه زوينه بزاف وما كتاخذش لينا الوقت. كما قلت لك الا مازال ما درتيش الحلوه ديالك غير نوضي راكي توجديها بسرعه وتلحقي العيد ان شاء الله باذن الله. كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات والبارطاج وتعليقكم الزوينه اللي صراحه ما شاء الله كتفرحني. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، الله يخطيكم. جربوا هذه الحليوه هذه وخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. شكرا لكم ومسبقا عيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه.